فراخ الحاتي من النهاردة مش هتشتريها من بره، هتعمليها في البيت وهتبقى بالمنظر الرائع اللي شايفينه ده. وعشان تصدقوني وتكونوا متأكدين والله ما جايباها من عند الحاتي، عاملاها في البيت وهتشوفوا الخطوات معايا. في البداية كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا في أحسن حال. شايفين طبعا منظر الفراخ عامل ازاي، والطعم حكاية هتشرفك في العزومات. رمضان جاي اهو، تقدري تعمليها لوحديها او جنب طبيخ او اي حاجة. وكمان هعرفك تكة في نهاية الفيديو تخليها معاكي بطعم كأنها معمولة على الفحم بالظبط. يلا بينا نخش على الفيديو تكة تكة كده، بس بصوا منظر الفراخ بجد فظيع. يلا بينا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي في حلة على النار مليتها الا ربعها كده مية، وكتروا اما بتيجوا تسلقوا حاجة كتروا في الشوربة على قد ما تقدروا، مفيدة وبتنفع في البيت. جبت جزراية وبصلاية وطماطماية. الجزراية بتدي طعم كده، يعني تسكير للشوربة، بتخليها مسكرة وجميلة. حطيتهم في حلة على النار وشغلت عليها النار وغطيتها، نار مرتفعة شوية. دلوقتي هنعمل التطهير بتاع الفرخة خطوة خطوة مع بعض. برضو جبت طبق عميق كده ومليته مية من الحنفية، ودلوقتي نزلت فيه الفرخة. وملحوظة مهمة، الفرخة دي على فكرة فرخة بلدي، يعني ما نشفتش معايا في الفرن ولا اي حاجة خالص. هحط عليها شوية خل، وكمان هعصر عليها ليمون. المحلول بتاع التطهير ده براحتك، يعني في ناس بتستخدم دقيق، في ناس بتستخدم ليمون وخل بس، في ناس بتستخدم ليمون وخل وملح، يعني براحتك. اهم حاجة تطهري الفرخة شوية قبل ما تحطيها على النار، وقبل ما تحطيها على النار بتغسليها تحت الحنفية من محلول النقع ده. ما تنسوش لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وتفعلوا زرار الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. دلوقتي هسيبها لحد ما المية اللي معايا على النار تغلي. انا سبتها شوية ودعكت الفرخة، كل حتة في الفرخة كده بايديا عشان لو فيها اي زوايد تتشال. وبعد ما سبتها بقيت المية بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. تخيلوا لو ده اللي كان جه وعمل الشوربة معايا، يعني ما حطيتها على النار على طول هيبقى فيها طعم زفارة مش محببة يعني. كده انا هغسلها تحت الحنفية، وكده فتحت على المية ولقيتها بتغلي وخلاص تمام كده، مستعدة ان انا انزل فيها الفرخة بتاعتي واحدة واحدة بإذن الله. دلوقتي حطيت فيها الفرخة وهسيب النار عالية شوية، وهغطي عليها لحد ما تاخد اول غلوة معايا. خدت اول غلوة معايا، هنزل عليها بقى واحدة واحدة كده بربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة ملح، وهقلبها واغطيها تاني. ههدي بقى عليها النار، هغطيها وهدي عليها النار واسيبها لحد ما تكمل سواها. دلوقتي هفتح عليها تاني بعد ما كملت سواها. لو انت لسه مبتدئة في المطبخ وعايزة تعرفي امتى تطفي عليها، هي مش بتتحسب بالوقت قد ما بتتحسب انك كل شوية تفتحي على الفرخة وتشوفيه. انا بعرف استوت منين؟ في حتة عظمة بانت منها. ودرجة السوا دي بتختلف من حد لحد، في حد بيحب الحاجة دايبة خالص وحد بيحبها ماسكة نفسها. فشوفي اللي انت هتاكليهم من اكلك يعني بيحبوها ايه واعمليها على الاساس ده. واي استفسار سيبيهولي في الكومنت برضو. دلوقتي بقى طلعت الفرخة بتاعتي على مصفى بكل كل حتة فيها، وحضرت التوابل معايا. التتبيلة الخطيرة بقى اللي هنعملها اللي هتخليها لك كأنها مشوية على الفحم. تمام، بسم الله. دلوقتي حطيت كيسين صلصة معايا في طبق. لو مش عايزة تستخدمي صلصة من دي وعندك صلصة في البيت عادي جدا تحطي منها، ما عندكيش صلصة جاهزة اضربي طماطمايه او 2 في الخلاط واعملي بيهم على طول. دلوقتي عندي نص معلقة صغيرة ملح، او ربع معلقة صغيرة ملح، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، وربع معلقة صغيرة بابريكا، وربع معلقة صغيرة كمون. هحطهم على الصلصة دي، وهنزل عليهم بشوية زيت. شوية زيت دي قد ايه؟ لو انت مبتدئة هتسألي احطي مثلا 3 معالق زيت، وهتقلبي لحد ما يندمجوا خالص مع بعض. يعني كل التوابل تتقلب كويس عشان ما تبقاش مكتلة في حتة معينة. بعد ما خلصت الخلطة بتاعتي وجهزت معايا، هجيب الطاجن اللي هدخلها فيه الفرن، طاجن صينية اللي يريحك يعني واللي بتستخدميه. اهم حاجة هدهن الطاجن بتاعي ده
بشوية من الخلطة اللي انا عاملاها، وكمان هضيف عليهم شوية زيت عشان بس الفراخ ما تلزقش، وخصوصا لو هتستخدمي مثلا طاجن او صينية ألمونيوم. بفكرك لو لسه ما عملتيش لايك للفيديو او كومنت كويس كده براحتك، او اشتراك في القناة. دلوقتي حطيت الجزرايه والبصلايه والطماطمايه اللي كانوا معايا في الشوربه ودعكتهم كويس، عملتهم ارضيه للفراخ بتاعتي. مسكت الفراخ بتاعتي دهنتها وش وظهر من الخلطه اللي احنا عاملينها مع بعض. دهنتها وش وظهر، مش بدهن وش وما اطلعها من الفرن احط، لا. دلوقتي انا بكون فاتحه الفرن بتاعي الشوايه وبس لحد ما الفرن بيسخن معايا، وبعد كده بدخل فيه الطاجن ده تحت الشوايه وبس، وبعلي عليه كمان. دلوقتي اديته وش وهقلب. بصوا المنظر، شكلها تحفة. تقدروا تقدموها في الطاجن بتاعها كده، وتقدروا تنقلوها في اطباق. هقلب كل الفراخ على الناحية التانية وادخلها تاني تحت الشواية، وكده المنظر النهائي للفراخ بتاعتي. التكة اللي قلتلكوا عليها في البداية، في ناس بتحط حتة فحمة مولعة في ورقة ألمونيا داخل الطاجن ده، وتدلق عليها شوية زيت وتكتم الطاجن خالص، هيديكي فيها طعم الشوي على الفحم. بس انا سمعت ان الحركة دي يعني غير صحية، فمش متأكدة، بس مجرد ما سمعت يعني ما بقتش بعملها، وقلت برضو ايه ما اعملهاش في الفيديو عشان محدش يقلدني وتكون حركة مش كويسة. اتأكدوا بنفسكم من المعلومة دي. وفي النهاية بقت الفراخ معايا بالمنظر ده، وألف هنا وشفا، كل سنة وانتم طيبين. وهتشرفكم جدا في العزومات. وزي ما قلت لكم دي فرخة بلدي. وهنا الطماطم والجزر والبصل عملت بيهم صوص. سلام عليكم.